السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم. وهذا أبرز عنوانها: اندلاع حريق وسط مستشفى يخلف كارثة. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبارنا المغربية. وهذه التفاصيل استنفرت الأطقم الطبية وشبه الطبية وعناصر الوقاية المدنية عناصرها، وذلك إثر اندلاع حريق في محطة لتوزيع التيار الكهربائي بأحد أجنحة المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. ورجعت مصادر محلية أن يكون هذا الحريق ناجما عن تماس كهربائي، مشير إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلت بعين المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الحريق تزامن مع تساقط الأمطار بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن إمكانية تسرب الماء إلى محطة توزيع التيار الكهربائي مما تسبب في التماس. ووفقا للمصادر نفسها فقد عملت إدارة المستشفى على تنقيل المرضى من الجناح الذي اندلعت فيه النيران صوب أجنحة أخرى، وذلك لحماية المرضى من أي مخاطر محتملة. شكرا لكم متتبعين الكرام وإلى اللقاء. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد قناة أخبار المغرب.